تحديث جديد في الواتساب، ميزة جديدة في الواتساب. الميزة دي من خلالها تدخل تفعلها معايا دلوقتي، عشان لما تفعلها لو الرقم الهاتف مش موجود معاك هيبدأ يرسل لك الكود على البريد الإلكتروني. أيوة، أكيد أنت عرفت هنتكلم عن إيه. الميزة البريد الإلكتروني لازم تضيف ميزة بريد إلكتروني. الميزة دي مهمة جدا. لو أنت حصل أي مشكلة في حساب الواتساب ومش قادر تفتحه، هتقدر تسترد الحساب بتاعك من خلال البريد الإلكتروني. هتقدر تتواصل مع الدعم الفني من خلال البريد الإلكتروني. لو ما معكش رقم الهاتف هتقدر تستخدم الواتساب من خلال البريد الإلكتروني، وتبدأ كمان تغير رقم الهاتف بتاعك من خلال البريد الإلكتروني. تمام، ولازم تضيف البريد الإلكتروني دلوقتي. كل اللي عليك هتمسك الموبايل بتاعك وهتيجي على الواتساب بالشكل ده كده يا شباب. تمام، بعد كده هنضغط على الثلاث نقاط. بعد كده هنختار الإعدادات. من الإعدادات طبعا هنيجي عند الحساب، هنضغط على الحساب بالشكل ده يا شباب. تمام، بعد ما ضغطنا على الحساب هنيجي عند البريد الالكتروني، هنبدا نضغط عليه. هنا بيقول لك يساعدك البريد الالكتروني في الوصول الى حسابك ولن يظهر للاخرين. يعني البريد الالكتروني هيساعدك في انك تصل للحساب بتاعك لو انت مش قادر توصل له. لو حضرتك ما معكش رقم الهاتف، يعني رقم الهاتف مش موجود معاك، هتقدر تسترد حسابك على الواتساب من خلال البريد الالكتروني وتقدر توصل لحسابك بكل سهوله. البريد الالكتروني اللي انت هتحطه هنا بيقول لك لن يظهر للاخرين، يعني محدش هيشوفه خالص غيرك انت. كل اللي عليك هنبدا نقول اضافه بريد الكتروني، وهنبدا نكتب البريد الالكتروني مثلا. بعد كده هنعمل اد. بعد ما كتبنا البريد الالكتروني هنبدا نقول التالي. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، هو كده ارسل لي كود. كل اللي عليا هبدا افتح البريد الالكتروني سواء من على الموبايل او من على جهاز الكمبيوتر، مفيش اي مشكله. هبدا اضغط على الجيميل. من الجيميل هبدا اجيب هنا. لو لاحظت كده يا شباب هتلاقيه جايب لي الكود اهوت. هبدا اكتب 1 4 3 2 5 2 وهقول تحقق. اكتمل التحقق. كده انا ربطت الواتساب بالبريد الالكتروني بطريقه سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين كده. اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.